السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الرسالة دي للبنات البنات الحلوة، سواء بقى انتوا لسه في مدرسة او في جامعة، او معلش معذرة هقول حتى البنات اللي بتشتغل بعد ما خلصوا جامعة، اعمار 24 25، يعني ايوه لسه بيعملوا الحركات دي، حركات كده بيعملوها مع بعض. اصل صاحبتي لما بصت لي كان قصدها ان هي تقول عليا مش عارف ايه، حاجات كده وحوارات بتحصل وكلام، ورحنا وجينا وقالت عليا وانا ما كنتش اتخيلها تعمل كده خالص وانا زعلت وانا حسيتها جايه تعمل كده عشان بتهاجمني، وانا مش عارفه هي ليه زعلانه مني. لا اصلا انا مش عارفه هي ليه غيرانه مني، هي عايزه تطلعني وحشه. كل الكلام ده يا جماعه افتراضات، ممكن تكون نتيجة لضغوط، ممكن تكون نتيجة لنيجاتيف انرجي ما بينكم، ممكن يكون شغل شيطان من الاخر يعني. انا مش هفترض اي حاجة، اللي انا هعمله هو لو انا حسيت بحاجة بيني وبين حد من زمايلي ومش حلوة، انا يا اما عندي اختيارين، يا اما هسكت واتجاهلها وبعد شوية هلاقيها راحت، يا اما هروح اتكلم معاها بس اكون متأكدة ان انا في حالة تسمح بالكلام بهدوء، واروح اعبر لها اصل الموقف ده حصل كذا، اصل انتي لما جيتي الصبح ما سلمتيش عليا فانا زعلت، ونعبر عن الحاجه اللي احنا حاسين بيها. يا اما استنى لما ابقى انا في حاله كويسه وهي كمان في حاله كويسه فنقدر نتكلم مع بعض ونفتح الموضوع، وممكن حد يشترك معانا في الحوار عشان يهدي الدنيا بيني وبينها. انما قصة ان انا اقعد افترض اصلها كان قصدها كده لما دخلت الصبح وما سلمتش عليا فعشان كده هي متضايقة مني، كل الافتراضات اللي عقلك بيقعد يفترضها دي كده هي مش حقيقية، فما نسمع لهاش يا جماعة. احنا بجد كلنا بنحب بعض، حتى لو في مشاحنات حصلت هي بتكونش بقصد خالص، فاحنا مش عايزين ناخد رياكشنز او تصرفات ضد بعض ونيجي نندم عليها في الاخر، لان كل دي حاجات بتحصل دايما طول الوقت، تكون سببها ضغوط، سببها شيطان، وما احب على الشيطان انه يدخل ما بين اتنين يفسد ما بينهم. فما نديهوش فرصة، وخلينا يعني نسيب كل التفكير اللي بيجي في دماغنا ده على جنب خالص، وما نفترضش اي حاجة. انا يا اما هروح اسأل، يا اما هتكلم معاها بهدوء، يا اما هستنى لما انا وهي نهدى ونكون قادرين نتكلم، او نتجنب المشاحنات دي تماما. وربنا يحفظكم جميعا يا حلوين.